ننتقل إلى البيت 93 من المنظومة الجزرية، وهو ما نراه على اللوحة. قول إمامنا الجزري، وهو البيت الأخير في باب المقطوع والموصول، قال رحمه الله: ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الويا وها لا تفصلي. نعيد البيت: ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الويا وها لا تفصلي. هذا البيت ذكر فيه إمامنا الجزري عدة قضايا. القضية الأولى هي التي نراها في الشطر الأول من البيت، وهو كلمتان في سورة المطففين في الآية الثالثة منها، وسورة المطففين في جزء عامة. قوله تعالى: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يبين إمامنا الجزري في هذا البيت أن كلمة كالوهم كلمة واحدة، كالوهم، وأن كلمة وزنوهم كلمة واحدة، وزنوهم، وليس وزنوا هم يخسرون. ليست هم يخسرون مبتدأ خبر، وإنما وزنوهم بوزن فعلوهم، الضمير متصل بالفعل. قال الجزري في النشر: لو كانت مفصولة، لو كان وزنوا لوحدها وهم لوحدها، لوضعوا في وزنوا ألف التفريق كما هو معروف في واو الجماعة، وكما نجدها في المصحف الشريف في كلمة قالوا مثلا. قالوا ليس نجد بعد الواو ألفا، يسميها العلماء ألف التفريق، ولا تنطق هذه الواو، تكتب ولا تنطق، لا ينطقها أحد. ما في أحد يقول قالوا مثلا، كل الناس تقول قالوا، مع أنهم يكتبون ألفا بعد واو الجماعة ليبينوا بأن هذه الواو واو جماعة وليست من أصل الفعل. فلو كانت وزنوا كلمة وهم كلمة، لو وضعوا في آخر وزنوا ألف التفريق. فلما كانت وزنوهم، هذا من حيث الكتابة، ومن حيث النقل وزنوهم كالوهم هما كلمة واحدة، فلا تفصل نطقا. يعني ليس لقارئ أن يقول وزنوا هم يخسرون، ليس لأحد أن يفعل ذلك. لابد أن يقول وزنوهم بوزن فعلوهم.